يا غبني ويا بضلي سر الجيد بين اخوتي دمع العيون سكبي مثل المزن في كل حال. هذه المرثية من الأخ عيسى نجيب شايف حاجب من أبناء محافظة إب السدة سوق الثلوث بعد وفاة أخيه وتوأم روحه موسى نجيب شايف حاجب، يعزي فيها نفسه وكما يعزي فيها أبوه وأمه وأخوانه وأخواته وكافة أهل سوق الثلوث والمن قام بالواجب. كلمات الشاعر القدير أبو نايف الراجعي، تنسيق وإشراف أبو رعد المراني، أداء الشاعر أيمن هيثم. عيسى بن نجيب قال اوه يا دنيا الوجع والجراح، زاد الضيق زاد الضبوح واحزاني مثيل الجبال، بعد الاخ بعد الشقيق قلبي بعد موسى يضيق، والله ما استطيت الطريق موسى كان يسيد الرجال. يا اب اللواء احزن يا كل الحيود الحمي، يا سده ويا قريتي تكول المواجع مجال، بعد الاخ ذي قد رحل دمعي مثل ما المصلحل، مات الجيد فجأة رحل مات الجيد وابن الحلال. يا غبني ويا بضلي سر الجيد بين اخوتي يا دمع العيون اسكبي مثل المزن في كل حال. اسعفنا اخي في الكلام قال الحمد لله تمام، والله موحني الممام كلمني والبعدين قال عيسى اخي لا تهم اخواني معي كلهم، والله ذي رضا لي يتم امر الله ما له محال. قلت العافيه مطلبي غير العافيه ما نبي، يا موسى وذا واجبي المليون حتى الريال. سولفنا ضحكنا سوا يا عيسى اخوك مصطفى اتكلم وفجأة اعتمى لا تكلم ولا جاب سؤال، فجأة قالوا الاخ مات دقيت الرقم به بكوت امي تبكي يا النور مات كانه محزمي والنصال. يمه انت يا الوالده عيسى قدم حاجبه ربي نحمده نشكره لي يبقى ابد ما يزال، وعز اخواتي والبنات يكفي قهر يكفي بكات واحنا كلنا للممات ما يبقى سوى ذو الجلال. يا البراق يا والدي ارزحي ويا ساعدي امسك بالاله والنبي عمرك في السعاده يا الله، وختم الصلاه على النبي ذي حبه وسكن خافقي كل به يصلي معي اصحاب الجنوب والشمال.